السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ بصوا بقى، عاملين النهارده ده البريوش بتاع الافران باسهل طريقه، وعجينه سهله جدا، هشه وقطنيه جدا. شايفين شكلها؟ شايفين العجينه من جوه هشه ازاي؟ اسفنجيه جميله جدا، بطريقه سهله جميله جدا ومبسطه. شايفين شكل البريوش؟ حاجه كده بصراحه تفتح النفس. بصراحه ايه رايك؟ تعالوا نشوف مع بعض عملنا ايه. معانا هنا بالظبط كيلو من الدقيق، هننزل عليه بكيس خميره فوريه، وهننزل بظرف فانيليا. خلاص، وهنا نص معلقه بيكنج باودر، ومعلقتين سكر كده كبار، معلقه الشاي الصغيره معلقتين، وهنا شويه ملح صغيرين. هنقلب بقى كل المواد الجافه دي في بعضيها. اسهل طريقه هتقدري تعمليها وهتنفذيها، وكمان عجينه اقتصاديه مش مكلفاها خالص. خلاص، قلبنا هنا المواد الجافه. هننزل ببيضايه، بيضايه واحده بس. خلاص، وهننزل هنا بلبن دافي، كوبايه لبن دافي. هننزل بقى كده بالتدريج سنه سنه لغايه ما العجينه تتماسك معانا. خلاص، عايزه تعجني بميه عجني، مفيش اي مشكله. هنبدا نعجن لغايه ما تمسك معانا. هننزل هنا بمعلقتين كبار من الزيت، هنبدا بقى نعجنها عشان الزيت يدخل جوه العجينه. خلاص، هنبدا نعجنها لغايه ما تاخد الملمس الناعم ده، شايفينه؟ هنغطيها بقى لغايه ما تخمر معانا. خلاص، بص هنا خمرت معايا على طول، الجو حر فخمرت على طول، ما خدتش وقت. هنطلع بقى العجينه بتاعتنا وهنبدا نشتغل فيها. هنبدا نلفها كده زي اسطوانه او رول. بص العجينه في منتهى الجمال. خلاص، هنبدأ بقى نقطع فيها كده، وحاول تخلي كل التقطيع كله مقاس واحد. هتاخدي بقى واحدة واحدة كده، وهتبدأي تكوريها كورة، ونبدأ نرصها كده في الصينية بتاعتنا عشان احنا هنخمرها مرة تانية. أهم حاجة العجينة تبقى مختمرة كويس، واخدة حقها في التخمير، عشان العجينة تطلع معاكي هشة من جوه. اهي كده خلاص خلصنا. هنغطيها 10 دقايق كمان تخمر. خلاص، بص هنا بعد العشر دقايق شايفين حجمها اتضاعف ازاي؟ هنبدأ ناخد كورة كورة من العجين ونبدأ نشتغل فيها. هنبدأ نفردها كده اهو. بسم الله. وصفات سهلة وبسيطة، اسهل طريقة لعمل البريوش. حاول تخليها مدورة وكلها سوا واحد. خلاص، ما تخليهاش كده رقيقة او تخينة. هنجيب بقى كده حاجة هنقطع كده من النص زي ما انتم ما شايفين. يا ريت تركز بقى في اللي جاي. خلاص، هنبدأ ناخد مثلث مثلث من الأربعة اللي احنا عملناهم، وهنبدأ نحطهم كده فوق بعض. بسم الله. يا ريت نركز يا جماعة في اللي جاي ده. حاولي تخلي المثلثات اللي قدام دي كل يعني ايه في سوا واحد. شايفين؟ اهي. خلاص، احنا كده رصينا الاربع مثلثات فوق بعض. خلاص اهو خلصناهم. بص بقى هنعمل ايه. هنيجي ناخد الطرفين من مع بعض كده، اول طرف من العجينة اهي، شايفين؟ وهناخد الطرف التاني اهو، وهناخد بقى المثلث التاني من العجينة اهو. بصي بالراحة كده، متخليش العجين يلزق في بعضه، مع ضغطة خفيفة من صباعك عشان ايه العجين يبقى ماسك. اهي زي ما انت ما شايفة اهي. الطريقة دي اخر واحدة بقى هناخدها طرفين. هندوس بقى كده بس دوسة بسيطة. هنجيب بقى هنا الخلة بتاعت الشيش طاووق، وهندوس دوسة بسيطة كده عشان العجين يتماسك معانا. اهي خلصنا كده اول واحدة معانا. شايفين شكلها؟ حاجة كده بصراحة جميلة جدا. هنجيب بقى الصواني بتاعتنا اللي هنخبز فيها، هنرص. هعمل معاكم بقى واحدة تاني اهي عشان تبقى مركزة بقى في الشكل. حاجة كده بصراحة فاخر فاخر من الاخر. هتقدري تعمليها لاي حد يجي يضيف عندك. حاجات سهلة وبسيطة. يا ريت بقى تكملي معايا الفيديو للاخر، وان شاء الله هتستفيدوا منه. خلاص اهو. هعمل معاكم واحده كمان، هتيجي كده من النص اهو. 4 مثلثات هنحطهم فوق بعض. بسم الله. انا بحاول اعمل بالراحه عشان تبقي شايفه معايا كل التفاصيل. بسم الله اهو. خلاص،
هتيجي تاخدي الطرفين بقى كده اهو زي ما انت ما شايفه، هتاخدي طرف اهو من النص مع ضغطه خفيفه كده، شايفين اهو مفيش اي صعوبه. بسم الله، بالراحه كده، اتعاملي مع العجين بالراحه. هتيجي تاخدي هنا الاخر هنا وهتدوسي عليها بالخله بتاعت الشيش طاووق اهو. راك بقى في الاشكال، خلاص بقى كل الكميه اوريها لك. بس هي خلاص خلصناها، بسم الله ما شاء الله. شكلها بصراحه حاجه كده، بصراحه شكلها تحفه. هنجيب دلوقتي هندهن على وشها لبن من فوق، عايزه تدهني بياض بيضه ادهني اي حاجه عندك. خلاص احنا هنا دهنا الوش كله باللبن. عندك بقى سمسم هتنزلي بيه كده. خلاص ايه رايك بقى في الشكل؟ بسم الله ما شاء الله، جميله جدا. خلاص هنا عملنا السمسم، وهنحط في الصينيه التانية بقى حبه البركه، يبقى واحده بالسمسم وواحده بحبه البركه. رايكم بقى؟ مفيش تسلم ايديك. خلاص خلصناها كده، هندخلها مع بعض بقى الفرن، ونكون مسخنين الفرن قبلها، وهوريها لكم لما تطلع. خلاص ايه رايك بقى؟ شايفين الاشكال اهي. انا هنا مسخنه الفرن شويه سايباها تسخن. خلاص اهو هدخلها واوريها لكم. بصي طلعت معايا بالشكل الجميل اللي انت شايفاه ده. ايه رايك بقى؟ بصراحه حاجه كده اللهم بارك، في منتهى الجميل، والعجينه هشه جدا. لو انت بقى استفدت معايا النهارده من الفيديو اول مره تشوفيني، يا ريت تشتركي معايا في القناه يا حبايبي، واستنوني في فيديو جديد. والسلام عليكم على احلى متابعين في الدنيا.